النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عباس كان خلف، قال له يا غلام إني معلمك كلمات. وده المفروض أي أبو يعلم لأولاده الصغار، وشايف الشوف على الصغار كتاب. قال له إذا سألت، دي من ضمن الكلمات، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. مع إنه ده النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة، ما في ولي زي الرسول عليه الصلاة والسلام، ما في نبي زي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وده سيد الخلق وسيد الأنبياء وسيد المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين. قال له ودي عمه عبد الله بن عباس إذا دار تدعو وتسأل، قال لي أسأل الله براو، كان يقول لي أسألني أنا. إذا دار تستعين، قال لي ود عمي يا غلام، قال له استعن بالله. ده الرسول ذاته. الليلة ناس هنا ملقطين، وفي كثير من الحلال شيوخ طرق صوفية يخدعوا الناس ويغشوا النسوان، يقول لها كان عترتي قولي يا فركة أنا بنجدك، وكان ما ولدتي أندهي بيجينا النديها. شفت كيف؟ عشان كده البرعي قال في كتابه ديوان رياض الجنة ونور الدجنة، قال في كربك أنده بدغيثك جنده. قال نادي الشيخ في كربك، يعني إذا حصلت لك مصيبة، إذا حصلت لك مصيبة تمشي لمنو يا جماعة؟ لربنا. الصوفية قالوا لا 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 لا، في كربك أنده بدغيثك جنده. والبرعي أيضا يقول الصفحة 119 من الديوان بتاعه، يقول إن ناب خطب في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل. قال إذا حصلت مصيبة في البلد، بدل ما يقول نادي الله قال نادي إسماعيل ولي الله. إسماعيل ده بتاع الأبيض، عنده قبة في الأبيض، في عمك حارسة عمره 80 سنة، جابوه في الجريدة بتاعت الدار. يا جماعة متطرفين ضبحوه من الأذان للأذان، الزول الحارس القبة ذاته ضبحوه من أذانه للأذان البجاي. وده تصرف نحن بندينه، ما بنرضى إنه تطبح لك زول حتى لو صوفي، عشان تكون عارف. لكن ده ما موضوعنا. موضوعنا وين؟ إنه لو كان كلام البرعي صحيح، إذا حصلت مصيبة في البلد تنادي إسماعيل الولي، تنادي غير الله. إذا كان ده صح، إسماعيل اللي بيقولوا ولي ده ليه ما حمى الزول الحارس له والقبة؟ بعدين الزول ده حارس القبة ليه؟ إسماعيل ده إذا كان حارس السودان والبرعي بيقول تنادوا تخلوا الله، جايب له حارس يحرسه في قبته وهو ميت ليه؟ كده يا جماعة شغلوا عقولكم بالراحة كده. ليه؟ دي كلها بتبطل العقائد المستشرية في المجتمع الإسلامي، مش الهلالية ولا السودان ولا المغرب، في العالم كله إلا من رحم الله. زي ما ربنا قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الله قال الأكثرية والأغلبية مشركين، ده كلام الله ما كلامنا نحن. لأنه ليلة تمشي أي غرية تلقى القباب دي موجهة زي الصواريخ، موجهة للسماء كده زي الصواريخ. وشوف أي بلد فيها قباب تعبد من دون الله عز وجل، إذا ما في ناس خيرين وصالحين ومتقين نهوا عن القباب دي وعن بناء القباب وعن عبادة أصحاب القباب وعن عبادة القبور وعن عبادة الأولياء والصالحين، أعرف أن ربنا سبحانه وتعالى بدمره. ربنا قال وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. أهو بقى يخلوا الله يمشوا للناس المدفنين تحت التراب. يا ناس زول مدفون تحت التراب ينفعك بشنو؟ ينفعك بشنو؟ ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. كان يسمعوا المثل ده، الله قال لكم استمعوا له فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ربنا قال ضعف الطالب والمطلوب. اللي بتناديه من دون الله ده ضعيف.
انت اللي بتنادي ضعيف، والمطلوب اللي بتنادي من دون الله ده ضعيف ما عنده اي حاجه. عشان كده ربنا قال وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، دي قريش كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وده الحاصل الليلة على البلدان الإسلامية، السودان ولا غيرها. ناس يقول لك نحن جعانين، الاقتصاد تعبان، السبب شنو؟ القباب والأضرحة دي. أعظم حق هو حق الله على العباد، أعظم حق الناس ضيعوه وما بيرضوا نتكلم فيه. تلقى له واحد يزعل ويحنبك، عرفت كلامي؟ يكون زعلان، ده حقك انت، لا ده حق الله. يا قلنا لك ما تدعو الشيخ، ادعو الله. انت زعلان ليه؟ انا قلت لك خلي شيخك، تعال اعبد شيخي. انا قلت لك خلي اي شيخ واي فقيه واي قبه واي ضريح واي بيان، تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله